يسعد اوقاتكم بكل خير يا احلى متابعين. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بالف خير وانتم تشوفون فيديو اليوم وصفتنا غدا سريع وطيب وبارد. راح نسوي كباب الدجاج بالبيت بطريقه كلش سهله وبسيطه، واهم شي نظيف ونعرف شنو مخلين بيه. وراح اسوي حمص بطحينه وهماتين عصير ليمون بنكهه مميزه. بدايه الفيديو حابه اشكر كل المتابعين الجدد على تعليقاتهم وتنويرهم للقناه، ويا رب عائلتنا الحلوه تكبر اكثر واكثر. كثروا لي تعليقات. ولهنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، ونبدي فيديو اليوم. حتى نسوي كباب الدجاج راح نحتاج خضروات بصل، ثوم وفلفل وطماطة وشوية برش ليمون وعصير ليمون أكيد. البهارات راح تكون عبارة عن ملح وفلفل، بابريكا وكركم، بودرة ثوم، بودرة بصل، وشوية كزبرة وشوية كمون وقرفة وزنجبيل. راح نخلط المكونات أو الخضروات ويا عصير الليمون كلها بمحضرة الطعام، لا تكون بهذا الشكل. نصفي المي عن الخضرة ونخليها على صفحة. هنا على محضرة الطعام راح نرجع نخلي تقريبا كيلو ونص من صدور الدجاج، وياهم تقريبا 100 غرام من الشحم أو اللية. نخلطهم ثرم ناعم إلى أن يصير بهذا الشكل. ما عندنا محضرة طعام نقدر نستعمل مثرامة اللحم. بهذا الشكل راح يعطيني قوام كلش ناعم وحلو. نضيف البهارات والخضرة، طبعا هنا قطع التصوير عندي شوية. نظل نعجن بيه إلى أن يوصل لهاي النتيجة ويكون كله لون واحد. نخليه يرتاح شوية ونروح نحضر حمص بطحينة. اليوم الفيديو برعاية المحضرة. هنا راح نضيف الحمص واحدة بدون مي إلى أن يكون قوامه كلش ناعم بهذا الشكل. راح نضيف فصين من الثوم، عصير ليمون، زيت زيتون وكمون وشوية ملح أكيد. راح نخلطهم ونضيف أكيد الراشي اللي هو مكون أساسي بيها، وشوية من مي الحمص وثلج حتى يخليها ناعمة ولونها أبيض شوية. راح نسوي عصير الليمون. هنا نضفت برش الليمون، راح نخلي وياه عصير ليمون معصور يدويا وكمية الشكر، ونخلطهم سوا حتى نسوي عصير ليمون مركز. قلتلكم الفيديو اليوم برعاية محضرة الطعام. نقدر نخليه بالخلاطة مشترك بالمحضرة. راح نخلي هاي الكمية ونضيف عليها كمية مي زينة وكمية ثلج. طبعا نقدر نضيف أي منكهات نحبها العصير الليمون، مثل نبات العطرة أو النعناع، يعني عصير بارد ومنعش بهاي الحر. اللي واصل لهنا وعاجبه الفيديو خلي لايك حتى يعلى أكثر ويوصل لكل أكبر عدد من المشتركين، وتقدرون تشاركوه ويا أصدقائكم وأحبائكم. هنا المي اللي يطلع من الخضرة نخلي عليه شوية معجون طماطة وشوية دبس رمان. هسه نشوف وين راح نستعمله. نجي نكبكب الكباب أو نشكله. راح نخلي على ايدنا شوية من الخليط ونكبكبه بهذا الشكل الى ان نخلص كل كمية الكباب. طبعا حجم الشيش انتم تتحكمون به، ودائما تأكدوا انه نغلق اطراف الشيش من فوق ومن جوا حتى ما يوقع عندنا اثناء الشوي. نقدر نشوي بالفرن، نقدر نشوي على المشوار غاز او فحم، ونقدر نسويه على الطبق خماتين. طريقته كلش سهلة. هنا راح نخلي نشوي على الغاز، فأنا نخلي قطعة من الفحم على الغاز على مود يعطيني نكهة وريحة الفحم. ما راح ياخذ من عندنا وقت أكثر من 5 دقائق تقريبا على كل وجه ويكون جاهز. وأكيد ما تحلى المشاوي إلا وياها بصل وطماطم. هنا الخليط اللي بقى مالت الخضروات راح ندهن بيه وجه الدجاج حتى يعطينا نكهة حامضة كلش طيبة. ولهنا أكون وصلت وياكم الفيديو اليوم. يا رب تكونوا استفادتوا واستمتعتوا. أشوفكم فيديو جديد وأفكار جديدة. مع السلامة.